هنعمل النهاردة مع بعض صينية العتاولة العالمية بطريقة بنات العيلة. دي أحلى صينية أنا بعملها، أصحابي وأهلي بيطلبوها مني فقررت أعزمهم وأعمل لهم الصينية دي. تنفع معاكي عشا وكمان ما تاخدش وقت خالص. أنا عملت كل ده في نص ساعة بس. يلا تابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا عملنا صينية العتاولة دي ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة، ويلا بينا نشوف التفاصيل. ولازم يا جماعة نكون اقتصاديين جدا جدا. نص كيلو لحمة هيظبط العيلة كلها. اول حاجة معايا نص كيلو لحمة هنزل عليه بالبصلة الموجودة عندنا في البيت ونخلطهم ببعض كويس، معلقتين بقسماط الموجودين عندنا في التلاجة ومعلقة بيكنج باودر، وننزل بقى بالملح والفلفل الاسود وسبع بهارات وجوزة الطيب، ونعجن بقى كويس لحد ما اللحمة تكون معايا بالشكل ده. واهم حاجة نعجن كويس ولازم تكون فاتحة زي قلوبنا كده، وهنسيبها ترتاح في التلاجة لمدة نص ساعة عشان خاطر تتشمع معايا وبس كده. وبعد ما سبت اللحمة في التلاجة نص ساعة هبدأ اكورها بقى، وممكن تصبعوها زي ما تحبوا، اعملوها بالشكل اللي يريحكم. وبعد ما اخلصها برضو هسيبها ترتاح كمان ربع ساعة، ما هي من حقها ترتاح وعشان ما تفكش معانا برضو وبس كده. ولازم تكون فيها مادة دهنية ما تقلش عن 20% و80% لحم أحمر، بتقولوا كده للجزار. دي معلومة مهمة على فكرة. في طاسة سخنة جدا جدا هنزل فيها بشوية زيت، وبعد كده هنزل بالكفتة على نار هادية خالص، وهفضل بقى أشوح فيها لحد ما تاخد لون حلو كده زيكم. نبدأ بقى نقلبها، وأهم حاجة ما تقلبوش لعند ما تاخد اللون الحلو ده علشان ما تفكش معاكم وبس كده. وبعد كده هنكب عليها بصلة من اللي موجودة عندنا في البيت، وواحدة فلفل وطماطم اللي موجودين في التلاجة برضو، وننزل عليها بقى بمعلقتين من الدقة. دي بقى بتودي طعم الكفتة في حتة تانية خالص، بجد بجد بتعلي طعم الكفتة قوي. جربوها بجد بالطريقة دي. وبعد كده هسيبها بقى لحد ما تستوي، ونعمل بقى احلى طاسة سجق. في الاول بقى هطلع كل الخضار الموجود عندي في التلاجة وهقطعه زي ما انتوا شايفين كده، وده السجق اللي انا هستخدمه، اي نوع سجق متوفر عندك. هنجيب بقى طاسة سخنة هننزل بالسجق الاول من غير اي اضافات خالص، وبعد كده زودت معلقتين زيت بس عشان يمشوا الدنيا معايا، وطبعا ما نقلبش عشان ما يتهريش. وبعد كده ننزل بالخضار واحدة واحدة ونقلب بالراحة علشان ما يتهريش معانا وبس كده. زي ما انتوا شايفين مفيش اي حاجة اتهرت معانا الحمد لله. وممكن نضيف كمان 5 فصوص توم، وممكن تستغنوا عنهم زي ما انتوا عايزين وبس كده. وكل حاجة جهزت معانا، صينية العتاولة الكفتة بقت جاهزة والسجق كمان. جماعة حد يقول لي ايه ده؟ بجد السجق خطير. شايفين برضو الكفتة شكلها عامل ازاي؟ خطيرة، والصوص اللي فيها خطير. الكفتة جوسي قوي من جوه ونافشة ازاي مع الخلطة السحرية اللي احنا عملناها، بجد حلوة قوي. هنبدأ بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا. السجق انا هعمله في عيش فينو متغرق بالطحينة، والكفتة برضه هعملها في عيش بلدي متغرقة بالطحينة. واهم حاجة بقى بجد يعني هي تقديم الاكل، وعلى رأي المثل العين بتاكل قبل البق. وجربوا تعملوا الصينية دي لاصحابكم وحبايبكم، بجد بجد اللمة الحلوة بتكمل بالاكلة الحلوة. وهستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير ومتابعة، واشوفكم في فيديو جديد في اكلك ألذ مع بنات العيلة. بحبكم، باي باي.